السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فقرة رسائل رمضان، كنا معكم في الحلقة السابقة ورسالتنا عن الموانع التي تمنع العبد من الحفاظ والثبات على العبادات. أما رسالتنا اليوم، فما هي العوامل التي من الممكن إذا التزم بها العبد ثبت على العادات وعلى العبادات التي اعتادها في شهر رمضان؟ العامل الأول الدعاء بالثبات. من صفات عباد الرحمن إنهم يتوجهون إلى الله بالدعاء أن يثبتهم على الطاعة وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، فهم يوقنون إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفهما كيف يشاء. لذا كان عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أيضا: اللهم اهدني ويسر الهدى لي. أما العامل الثاني تنويع الطاعات والمسارعة إليها. من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن نوع لنا العبادات لتأخذ النفس بما تستطيع منها، فمنها عبادات بدنية ومالية وقولية وقلبية، وقد أمر الله عز وجل بالتسابق إليها جميعا وعدم التفريط في شيء منها. وبمثل هذا التنوع وتلك المسارعة يثبت المسلم على الطاعة ولا يقطع الملل طريق العبادة عليه، مصداقا لقوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقد ألمح النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك حين سأل صحابته: من أصبح منكم اليوم صائما؟ من أتبع منكم اليوم جنازة؟ من أطعم اليوم منكم مسكين؟ من عاد منكم اليوم مريضا؟ فأجابه أبو بكر رضي الله عنه في كل مرة بقول: نعم أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا ودخل الجنة. ونلحظ أن الطاعات المذكورة جمعت أنواعا من العبادات، فمنها عبادات بدنية كالصيام واتباع الجنائز وعيادات المريض، وعبادات مالية كإطعام المساكين، وعبادات ذات نفع متعد مثل عيادة المريض واتباع الجنائز وإطعام المسكين، وعبادات ذات نفع قاصر مثل الصيام. أما العامل الثالث فهو التعلق بالمسجد وأهله. ففي التعلق بالمسجد وأهله ما يعين على الثبات على الطاعات، حيث المحافظة على صلاة الجماعة والصحبة الصالحة ودعاء الملائكة وحلق العلم وتوفيق الله وحفظه ورعايته، ونصوص الوحيين في ذلك كثيرة ومشهورة. أما العامل الرابع مطالعة قصص الصالحين. لقد قص الله سبحانه وتعالى علينا كتبا من قصص طيبة من أخبار الأنبياء والسابقين، ولم تذكر للتسلية والسمر ولكن لننتفع ونتعظ بها. ومن منافعها تثبيت قلوب المؤمنين والمؤمنات والطائعين والطائعات. قال تعالى: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكثير من الناس تتغير أحوالهم إلى الأصلح والأحسن بالاطلاع على سير العظماء
والأكابر، خاصة سير السلف الصالح الأوائل الذين ضربوا أعظم الأمثلة في التضحية والعبادة والزهد والجهاد والإنفاق وغيرها، وكانوا بحق شامة الناس ومقدمي الأمم. فالاطلاع على هذه السير يورث المرء حماسا عظيما، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما العامل الخامس التطلع إلى ما عند الله من النعيم المقيم. إن اليقين بالعبادة والجزاء يسهل على الإنسان فعل الطاعات وترك المنكرات، مصداقا لقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. وفي حديث يعلي الهمة ويحث على صالح العمل والثبات عليه يذكر لنا الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة، فيقول: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. قال: ربي فعلاهن منزله. قال: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: ومصداقه من كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في طاعته وأن يثبتنا عليها، آمين يا رب العالمين.